لا لا لا، التهنئة أكبر من الإقرار على المعتقد. أمام حضراتكم كتاب المعجم الوسيط. اسمعوا يا جماعة معنى كلمة تهنئة إيه. هنأ فلانا بالأمر تهنئة، أي خاطبه راجيا أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له. شفت تعريف التهنئة؟ راجيا أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له. هل أنت ترجو أثناء التهنئة أن يكون اعتقاده الباطل عن الله سبحانه وتعالى مبعث سرور له؟ وأيضا جاء في معجم لغة الفقهاء يقول التهنئة مصدر هنأ، ومعناها المباركة للشخص بخير أصابه خلاف التعزية. خلي بالك، والمعنى مواجهة من أصابه خير بالسرور مع الدعاء له بالاستمتاع بهذا الخير. طيب السؤال بقى، هل النصراني أصابه خير وهو يحتفل بعيد يسب فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، هل ندعو له أن يستمتع بهذه العقائد الكفرية؟ أنتوا بتضحكوا على نفسكم ولا بتضحكوا علينا ولا بتضحكوا على غير المسلمين بهذا الكلام اللي ملوش أي قيمة؟ إزاي تكون عارف إن عقيدته دي عقيدة باطلة وهتدخله النار، وأنت بدل ما تنصحه وتبين له الحقيقة تروح تخدعه وتهنيه عليها؟ اتقوا الله وكفوا عن خداع الناس بهذه الطريقة.